الكاتبة العراقية، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بكم ومرحبا. العملية السياسية في العراق تزداد تأزم والخلافات تتصاعد بين قادة العملية السياسية، ما هي قراءتك للمشهد وكيف تقيميه؟ أخي العزيز، إن الوضع الحالي هو منذ ثواني سنوات هم يحكمون العراق. نعم. وهم في صراع دامي على السلطة بينهم، فمن هناك غيرهم. هم منذ 8 سنوات هم يتصارعون فيما بينهم وخلافاتهم مستمرة إلى حد دامي، والعراقيين يدفعون ثمن هذه الخلافات وهذه الصراعات وما يجري من فساد ونهب لثروات العراق وإباحة الدم العراقي الطاهر. هم العراقيين من يدفعون الثمن على الدوام. هم جالسين في المنطقة الخضراء يحمون نفسهم في أمان ورخاء، والشعب العراقي يدفع الثمن على الدوام. طيب، في هذا المشهد، مشهد الخلافات، هناك دعوات للتوافق بين الكتل السياسية، هل تتوقعين نجاح هذه الدعوات أم أن التوافق سيفرض من جديد من الخارج كما حدث في مرات سابقة؟ أنا أعتقد أن جميع هذه الأحزاب قد قسموا العراق طائفيا وعنصريا، شحنوا طائفية مقيتة بدلا أن ينشروا المحبة والسلام بين العراقيين. وكما ترون الفساد منتشر والدم العراقي مباح كل يوم. أنا أعتقد إنها نفس الدوامة. فعن أي حوار يتحدثون يا أخي؟ هم نفسهم من يحكمون منذ 8 سنوات، ومن المفترض أن هناك فترة لرئاسة الوزراء تحدد ب8 سنوات فقط. نعم، فقط 8 سنوات. هناك نقص وثغرات كبيرة في الدستور، وقد أخذ العراقيين على حين غرة ومرر الدستور عليهم. وأنتم تعرفون أن أغلبية كثير من العراقيين هم من البسطاء، أصلا لم يقرأوا ما هي فقرات الدستور. نعم. فأنا أعتقد هم نفسهم من يحكمون، عن أي حوار يتحدثون؟ طيب، هل هناك حوار بين الحكومة والمعارضة مثلا؟ اليوم نعم. بعد انسحاب معظم قوات الاحتلال تصاعدت وتيرة الخلافات السياسية، أيضا تصاعدت معها وتيرة التفجيرات. هل ثمة ارتباط بين الأمرين وكيف تقرأيه؟ أنا أعتقد كما قلت سابقا هناك ارتباط. نعم. لماذا؟ لأن كل كتلة وكل حزب هو تبعية لأجندات أجنبية. نعم. لأقول بصراحة لك، وهذا أمر كل العراقيين يعرفونه، إن هناك أحزاب تعمل لصالح إيران. نعم. وهي معروفة. نعم. وتعمل لأجندات إيرانية، وإيران تحتل العراق داخليا الآن في كل النواحي. ليس احتلال بالجيوش، وإنما احتلال اقتصادي وأمني وسياسي تؤثر على كل قرار. نعم. وهناك مسؤولين في الحكومة يعملون لإيران، يحملون الجنسية الإيرانية والجواز الإيراني، وكانوا يعيشون في إيران خاصة. وأنا لا أستثني أحد من هذه الأحزاب، كل منهم يعمل لأجندة خاصة به. نعم. ولهذا فالعراق ممزق يقاد إلى تقسيمه طائفيا وعنصريا. طيب، هذا يقودنا إلى سؤال سيدة خالدة، يعني وأنت في واشنطن مقيمة، هناك صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت أن نور المالكي يحشد قواته في المنطقة الخضراء تحسبا لوقوع انقلاب عسكري. هل يعني ذلك أننا بصدد حرب أهلية؟ هم فقط يا عزيزي يحمون مصالحهم. هم متحصنين في المنطقة الخضراء آمنين، والعراقيين معرضين للخطر. نعم. هم يدافعون عن مصالحهم، عن المليارات من الدولارات التي سرقت ونهبت من ثروات العراق، عن فوق 1,000,000 عراقي، جرائم رهيبة التي ارتكبت بحق العراقيين. نعم. من قام باغتيال الكفاءات العلمية والمهنية والإدارية العراقية؟ نعم. من قام باغتيال الناشطين السياسيين والصحفيين الشرفاء، وكان منهم الشهيد الخالد هادي المهدي؟ من قام بسجن واعتقال وتعذيب الناشطين؟ من قام بأخذ الأطفال إلى السجون تحت الأرض وهم قصر؟ أين هم كفاءاتنا؟ أين هم كفاءات المهنية والسياسية والعسكرية الآن؟ نعم. أين هم الآن؟ أنا أعتقد إنهم يدافعون عن أنفسهم فقط وعن مصالحهم.
لا ينتمون إلى العراق الأصيل أبدا. فالعراق أول النور دائما يعود إلى أصله، وأصله جذور من نور عتيقة وقديمة، وهو أول من أسس الحضارة الإنسانية. وسيبقى هو كذلك مهما تمر عليه الظروف. هؤلاء البشر، وأنا لا أعتبرهم بشر الحقيقة. أنا كتبت: هل قدر للعراق أن يحكمه المسوخ؟ إنهم يدافعون فقط عن مصالحهم وفقط عن مصالحهم. وصلت الصورة كاملة. شكرا لك سيدة خالدة نيسان من واشنطن.